مساء الخير. مدينة مصرية عاش عليها عدد من الأنبياء وتوفى ودفن على أرضها 5000 من الصحابة. على بعد 200 كيلو متر من القاهرة، وتحديداً في مركز بني مزار بمحافظة المنيا، في مكان مبارك جداً عاش فيه أنبياء واستشهد على أرضه 5000 من الصحابة، من صحابة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. منهم 70 صحابي ممن شاركوا في غزوة بدر الكبرى، وهي قرية البهنسة. بعد الفاصل هنعرف إيه هي القرية دي اللي عاش عليها عدد من الأنبياء وتوفى على أرضها ودفن على أرضها، وحكايتها إيه اللي هي قرية البهنسة. يلا بينا تابعوني بعد الفاصل. إن قرية البهنسة زي ما قلنا قبل الفاصل اللي عاش عليها عدد من الأنبياء ودفن على أرضها عدد من الصحابة، وهي تقع في محافظة المنيا. الحقيقة عاش فيها قديما نبي الله سيدنا يوسف عليه السلام وأخواته. كانت محطة مهمة في رحلة سيدنا المسيح عيسى ابن مريم وأمه عندما مر على مصر، قرية بهنسة. البهنسة شهدت الفتح الإسلامي لمصر لما أرسل سيدنا عمرو بن العاص، لما أرسل جيش من المسلمين بينهم صحابة لفتح البهنسة بقيادة قيس بن الحارث سنة 22 هجرية. في البهنسة يا جماعة بعدد كبير موجود من المقامات للشهداء، زي قبر محمد ابن أبي ذر الغفاري وعبد الرحمن ابن أبي بكر ومجموعة من أبناء عم النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، الفضل بن العباس، وأبناء كمان عقيل وجعفر ابن أبي طالب وعبد الله بن عمر ابن الخطاب وقبر حفيد عثمان ابن عفان. وكمان فيها مجموعة من قبر الصحابية المجاهدة الفارسة الشجاعة خولة بنت الأزور اللي نزلت فيها سورة المجادلة بالقرآن الكريم، ومقام خلوة بنت أبي سمرة حفيد الحسين ابن علي ابن أبي طالب. الحقيقة البهنسة قال فيها العلماء والصالحين إنه اللي يزورها ومن أتاها خاض في الرحمة حتى يعود، وإنه لا يزورها مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا أذهب الله غمه، ولا صاحب حاجة إلا قضيت بإذن الله عز وجل. يعني البهنسة اللي يروحها مهموم وحزين ومخنوق يرجع ربنا كرمه بفرج وفرج كربه وهمومه وأحزانه. الحقيقة عشان كده كان العلماء من السلف الصالح كانوا حريصين جدا على زيارة البهنسة، زي مالك ابن دينار وبشر الحافي والفضيل ابن عياض وغيرهم. بهنسة فيها شجرة اسمها شجرة مريم. شجرة مريم شجرة عتيقة جدا، بيعتقد ان العيلة المقدسة استظلت بيها وشربت من البير الموجود بجوارها اثناء رحلة الهرب لمصر، اسمها شجرة مريم. وكمان بتلاقي في البهنسة قبة اسمها قبة السبع بنات، فيها نوع مخدر بيتمرغ فيه الناس رجالة وستات لطلب الشفاء. ده اللي هي قبة السبع بنات، فيها زي المنحدر كده الناس بتتمرغ فيها علشان اللي عنده مرض او كده من الستات او الرجاله بيروحوا هناك وبيعتقدوا انهم بيشفي. هل الكلام ده حقيقي؟ هل الكلام ده مش حقيقي؟ ده حسب الأقاويل اللي كانت مكتوبة في كتب التاريخ عن قرية البهنسة. أعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. بشكركم واشوفكم في حلقة جديدة.